ولكن ليعلم المسلم أن صاحب القرآن ليس بالغالي ولا بالجافي، فهو لا يختم القرآن إلا في 3 فأكثر، اتباعا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حينما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ختم القرآن في أقل من 3. فإن ختم القرآن في أقل من 3 لأحوال معينة أو أغراض محددة قال أهل العلم جاز مع الكراهة. ذكر ذلك أبو عبيدة القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن، قال: وعلى ذلك يحمل ما نقل عن عثمان وتميم الداري رضي الله عنهما أنهما كانا يختمان القرآن في ليلة، لا على سبيل الديمومة، وإنما في أحيان مخصوصة، إما لفضل زمان وإما لفضل مكان أو في حال إقبال على الله جل وعلا أو غير ذلك. فالمقصود أن المسلم إنما يختم القرآن في أقل أحواله في كل 3. وفي المقابل لا تمر عليه 40 ليلة إلا وختم القرآن على أكثر حال. ولذلك قال القاضي أبو الحسين ابن القاضي أبي يعلى بن الفر رحمهم الله تعالى: إنه يكره بلا خلاف أن يمر على المسلم 40 ليلة لا يختم فيها القرآن العزيز كاملا إن كان قادرا على القراءة. ولذلك فإن المسلم ليس بالجافي ولا بالغالي وليس بالتارك